هو احنا لو هنتكلم عن ايه اللي اتزيف، احنا المفروض نقول ايه اللي ما اتزيفش في التاريخ. بدءا من الحضاره المصريه القديمه. الحضاره المصريه القديمه اصلا احنا وصل لنا منها قشور، قشور بمعنى قشور. بدءا من تاريخ الحضاره المصريه القديمه، احنا دايما بندرس في الدراسات الاجتماعيه والمناهج حتى اللي يطلعوا يتكلموا للاسف يقول لك الحضاره المصريه القديمه دي حضاره 5000 سنه، دي حضاره 3000 سنه، دي حضاره مش عارفه ايه. الحضاره المصريه القديمه حضاره قديمه جدا، من اقدم الحضارات اللي كانت على الارض، كانت يعني فوق ال 10000 سنه. ما حدش بيطلع يقول الكلام ده، ما حدش بيطلع يقول الكلام ده. انا عايزاكم بس تشوفوا فيديوهات احمد عدلي على يوتيوب، اسمه احمد عدلي، ده عامل ابحاث محترمه بالادله بيثبت الحضاره المصريه القديمه وبناء ابو الهول كان فوق ال 12000 سنه. تمام. بدءا من التكنولوجيا، الحضاره المصريه القديمه فيها تكنولوجيا، كان في حد قال لنا ان كان فيها تكنولوجيا تفوق التكنولوجيا اللي احنا اصلا عايشينها في العصر الحالي؟ حد قال كده؟ الاهرامات اللي تم بنائها دي تم بنائها بتقنيات وتكنولوجيا احنا مش عارفين نوصلها لحد دلوقتي. معبد دندره يمكن المعبد الوحيد اللي نفد من الطمس. يعني برضو من ضمن التزييف ان هم طمسوا الحاجات، في اكيد حاجات اتطمست، في نقوش اتطمست، لان مش معقوله معبد واحد يبقى مرسوم عليه طيارات وغواصات. معبد دندره لحد دلوقتي الحمد لله الوحيد اللي نفد، واللي اثبت ان المصريين القدماء كان في نقوش فيها طيارات وغواصات مرسومه. فمعنى كده ايه؟ هم المصريين القدماء بيرسموا الحاجات اللي هم بيستخدموها. فهل اتقال لنا ان المصريين القدماء كان عندهم تقنيات حديثه، ولا هم بيبنوا الاهرامات بالحبال، يجروا الحجاره على كتافهم يا عيني اللي هي الطرق الفاشله اصلا، حتى هم حاولوا يحاكوا الحاجات دي فشلت. توبيت السرابيوم، توبيت السرابيوم دي اصلا دي هندسه لوحدها، اللي يقول لك توبيت العجل ابيس، بقى هيعملوا توبيت الزاويه بتاعتها قائمه 90 درجه، وهو قاسوها، واحمد عدلي ده قاسها، وهو يعني هو باحث اثري. هيعملوا توبيت بالضخامه دي وبالدقه دي علشان يدفنوا فيها عجول؟ يا جماعه احنا اتلعب بينا. شوفوا كمان فيديوهات دكتوره مايا صبحي اللي اتكلمت فيها عن التقنيات واستخدام الاهرامات بقى الهبل والخبل اللي اتقال لنا انها مقابر. يعقل ان الاهرامات اللي اتبنت بناء هندسي في اروع ما يكون، بناء هندسي ما حدش عارف يعمل زيه دلوقتي لحد دلوقتي، يبنوا المباني دي عشان تتعمل كمقابر؟ يا جماعه، يا جماعه شغلوا مخكم بالله عليكم، شغلوا مخكم. انتوا بس ارجعوا شوفوا، في ناس بتفهم وفي ناس. التاريخ الحمد لله الميزه دلوقتي ان هو بيتكشف، بيعاد اكتشافه او بيعاد كشف التزييف. انا بكلمكم عن جزء صغير من الحضاره المصريه القديمه، ده غير الحضارات التانية اللي كانت موجودة. ده يعني الحضارة المصرية القديمة كانت على اتصال مع حضارات تانية أخرى زي حضارة المايا وحضارات العراق. الحضارات دي كلها كانت على اتصال مع بعض. فالحضارة المصرية القديمة حصل فيها كده، باقي الحضارات حصل فيها كده برضو. فعايز اقول لكم حاجه تانية كمان، ان في اي حرب تلاحظوا ان في اي حرب بتحصل بيتم طمس المكتبات او حرق المكتبات. مكتبه الاسكندريه، حريق مكتبه الاسكندريه اللي كانت من اعظم مكتبات العالم تم حرقها زمان. لو هتلاحظوا في 2011 تم حرق المجمع العلمي. المجمع العلمي ده كان فيه برضو كتب يعني اثريه وكتب قيمه تاريخيه نادره. فاي حرب المغول لما كانوا حرقوا الكتب في العراق، كانت اللي هي اعظم مكتبه في العالم، حرقوا الكتب ورموها في نهر الفرات. هو ده من ضمن تزييف التاريخ وطمس التاريخ، ان هم مش عايزين يوصلوا لنا اللي كان التقدم اللي كانوا عليه الاقدمين. هم عايزين مين بقى اللي بيعمل كده؟ اللي ليه مصلحه ان هو يسيطر على العالم دلوقتي. لان دول الموجودين اللي هم عايزين يسيطروا على العالم دلوقتي، دول كانوا موجودين من زمان، هم اجيال بتسلم بعض بقياده حد معين طبعا. يعني المفروض انتوا تكونوا عارفينه، او يعني اللي متابع هيبقى عارفه. ماشي. ليه بقى هم دول عايزين يمسكوا التكنولوجيا؟ هم دول ماسكين اصلا التكنولوجيا دلوقتي اللي بيصدروها للعالم. التكنولوجيا اللي معاهم دي، اللي معاهم فعليا تفوق التكنولوجيا اللي هي معانا، تفوقها يمكن 150 سنه 200 سنه. هم بس بيطلعوا لكم الجزء اللي هم عايزين يطلعوه، وعشان هم كمان يستفيدوا، وعشان هم يسيطروا.